كل مدرسة علاجية أو كل منهج علاجي بيدور على حاجات معينة. هنتكلم على العلاج المعرفي السلوكي مثلا، هنلاقي إن العلاج المعرفي السلوكي بيدور على الأفكار اللي تعبانة أو اللي مضايقانا. بس في نقطة مهمة أوي، غالبا أول فكرة مش بتكون هي دي اللي عليها الكلام، غالبا أول حاجة مضايقانا مش بتكون هي دي اللي بجد مضايقانا. المعالج النفسي بيكون محتاج إن هو يسترسل في الكلام ويساعد العميل بتاعه إن هو يفتح أكبر قدر ممكن من الموضوعات علشان يقدر يشوف هو إيه اللي مضايقه فعلا. لأن إحنا عندنا في جوه الجسم أو جوه الشخصية في جهاز نفسي كامل بيشتغل على التحوير والتحريف وإنه يخبي وإنه يقفل علشان ما نصطدمش بالحاجات اللي مضايقانا. فلو أنا بدور على حاجة كمعالج، فأنا مش بدور على كلمة أقول لك أنت متضايق من إيه فتقول أنا متضايق من كذا فأقول لك طب يلا نحل دي. مش هي دي. أنا بدور على حاجات إن ورا إن أنت بتشتكي منه، وإن أنت نفسك هتتفاجئ لما تكتشف إن ياه بقى هو ده اللي مضايقني مش ده. فدي نقطة مهمة جدا نعرفها في العلاج، إن إحنا مش بندور على الشكوى السطحية أو الشكوى الأولى أو الفيرست لاين من الشكوى، لا إحنا بندور على حاجات تانية ممكن أنت نفسك ما تكونش واخد بالك إن هي دي السبب الحقيقي في الصعوبات اللي أنت بتعيشها.